انا فنان مشهور واقع في مصيبة ملهاش اي حل بعد ما حلمت سنين طويلة اتجوز البنت اللي بحبها، ومريت بصعوبات كتيرة قوي عشان اوصل لها. اكتشفت بعد الجواز انها راجل زيها زي بالظبط، لا ومكتوب في بطاقتها الحقيقية مش المزورة ذكر. الهانم قرطستني وضحكت عليا. هانم ايه بقى؟ ده انا اللي طلعت هانم، وكمان بتمثل عليكم دور انها كيوت لدرجة انها خدعت الرجالة كلها وبقت فتاة احلامهم. اصلها فنانة شابة وكلكم بتحبوا جمالها وطلتها، ومستحيل بعد ما حد يشوفها يقول انها راجل. من فضلكم اسمعوني لاخر الفيديو، هتتصدموا لما تعرفوا اسمها الحقيقي وهكشف لكم كل المستخبي. بس انا للاسف مش هعرف اطلع لكم بصوتي ولا صورتي الحقيقية، هتفهموا ليه لما تسمعوا مصيبتي للاخر. لكن انا متأكد انكم جمهور ذكي وهتفهموها وهي طايرة. مصيبتي الأولى إني راجل متجوز ومعايا عيال. كنت بحب مراتي وولادي والله، لغاية ما في يوم شفت الفنانة الشابة دي، ما تفهموش بقى سحرت لي ولا عملت لي إيه، بس من ساعة ما عيني وقعت عليها وأنا مش قادر أفكر غير فيها. كرهت مراتي وما بقتش طايق عيالي، ما بقتش عايز أشوفهم. كل اللي كنت عايزه من الحياة إني أتجوز الممثلة الشابة دي وخلاص. وتقدروا تقولوا إن الحظ لاعب معايا، وده لما اتعرض عليها تشاركني بطولة فيلم الجديد. وفي الوقت ده قربنا من بعض أكتر ولقيتها بتتجاوب معايا، عشان كده حسيت ان في امل تبقى ليا في يوم من الايام رغم فرق السن اللي بينا. ده انا الحظ لعب معايا بجد. وفي يوم من الايام كنا معزومين على فرح ابن منتج مشهور، وفي اليوم ده يعني تقلنا كده في الشرب شويتين، وغصب عني اعترفت لها بحب، وهي كمان قالت لي انا كمان بحبك وما اقدرش استغنى عنك، ومش متخيله نفسي مع حد غيرك انت. طبعا احنا ما كناش في وعينا يعني، بس مشاعرنا كانت صادقه والله. مع الوقت ما بقتش قادر ابعد او استغنى عنها، كنت عايزها باي صوره وباي شكل، عشان كده عرضت عليها نعيش مع بعض زي اي اتنين بيحبوا بعض. الحقيقه انا توقعت انها هتوافق، لان ستايل حياتها وطريقه لبسها وتصرفاتها وكل حاجه كانت بتقول انها هتوافق. اتفاجئ انها قالت لي انا عمري ما اعيش مع حد في الحرام. هو عشان ستايل لبسي وحياتي تفتكرني رخيصه يعني؟ هو انت ناسي اني كنت محجبه في يوم من الايام؟ انا مش ولا كلمه، لو عايزني يبقى بالحلال. الحقيقه انا اتصدمت. ما هو انا لو اتجوزتها يبقى هتفضح ومراتي الاولى هتعرف. كنتش متوقع منها كده الصراحه، بس صدقوني انا كنت مستعد اعمل اي حاجه عشان اوصل لها. ما فكرت مع نفسي كتير، قلت لها خلاص انا هتجوزك رسمي، بس من غير ما الجمهور يعرف، عشان خاطر احافظ على بيتي وولادي. انت عارفه لو شمت خبر البيت هيتهد. الغريب انها وافقت، بس في المقابل طلبت مهر كبير قوي. بس انا قلت مفيش مشكله، من حقها، مش كفايه انها هتتجوز من ورا جمهورها؟ اتاريني كنت مغفل ومش فاهم حاجه. اتاريها عايزه تطلع مني باي مصلحه. قبل ما اكتشف حقيقتها، استنوا بس، استنوا وانتوا هتفهموا الهانم مخبيه عني ايه. هانم ايه؟ ده انا اللي طلعت هانم بعد ما اتضحك عليا ولبستني العمه. تخيلوا ان بعد جوازنا كل ما احاول اقرب منها تتهرب تصدني. شويه تقول لي معلش اصلي خايفه، وشويه معلش اديني وقت على ما اتعود. ولما زهقت منها قلت لها انت مالك بالظبط؟ في ايه؟ كل ما اقرب منك كده ما فهمكيش، هو انت مش بتحبيني؟ والصدمه انها اعترفت لي بكل حاجه وبكل بجاحه. قالت لي معلش لازم تستر عليا، انا عانيت طول عمري، وفي يوم من الايام كنت بجسم راجل، بس قلبي وروحي واحساسي كلهم كانوا بيقولوا لي اني ست. عارفه ان الموضوع غريب بس لازم تصدقني، مفيش غيرك هيصدقني. وقال ايه بقى؟ الهانم عملت عمليه تحويل وحطت اهلها قدام الامر الواقع وغيرت اسمها. انا بجد مش عارف ايه البلاوي السودا اللي انا حطيت نفسي فيها دي، مش عارف اخلص من اللي انا فيه ده ازاي. انا هموت وافضحها بس للاسف مش هقدر، والا هتكشف قدام مراتي وهبقى خسرت بيتي وولادي. ارجوكم لو عرفتوني شوفوا لي حل للمصيبه السودا دي قبل ما اخلص عليها وعلى نفسي.